الرسالة اللي وصلتني في داك الليل غيرات حياتي كاملة وخلتني نكتشف سر خطير على اختي. اهلا وسهلا بنجيمتي الغاليات، مرحبا بكم في قناتكم مع ليالي. قصتنا اليوم قصة فيها سر مدفون البنات، وخاصنا نعرفوه اليوم شنو هو. خليكم مع القصة من الاول حتى الاخر. ما تنساوش ديروا لايك وشي تعليق زوين بحالكم، وبسم الله على بركة الله نبداو قصتنا ديال اليوم. انا سميتني ليلى، وهاد القصه ديالي عمري ما تخيلت البنات شي نهار غادي نحكيها لشي حد. كنت عايشه حياه عاديه مع العائله ديالي. عائلتي على قد الحال، ناس دراوش، ما عندناش وما خصناش، ولكن هانيين في حياتنا. عندي واحد الاخت كبيره سميتها ساره، انا وياها بجوج اللي كاينين عند والدينا. ساره كانت قريبه ليا بزاف، انا وياها بحال التوام، واخا هي الكبيره عليا ولكن كانت قريبه مني البنات بزاف. انا وياها صحابات، اكثر من صحابات واكثر من خواتات. كتعاود ليا كل شيء وكنعاود ليها كل شيء. ونهار اللي تزوجات بواحد الولد اللي سميتو يوسف. هاد يوسف كان ولد الحي ديالنا، كان ولد الله يعمرها دار. عائلته حتى هما كنعرفوهم، كبرنا معاهم، ناس دراوش والله يعمرها دار. ما علينا، كانوا عايشين واحد الحياة اللي كتبان حياة مثالية، حياة مزيانة، ما عمرنا سمعنا لهم خاسمين ولا بيناتهم مشاكل ولا جات اختي شي نهار غضبات عندنا. كانوا عايشين واحد الحياة البنات اللي عادية ومثالية ديال اي زوجين. اختي ملي كانت كتحمل كان كيفتشها راجلها يوسف وما كيخلي ما يجيب ليها، وملي كتولد كذلك كيفرح بيها، اش منك يا كاضوات، اش منك يا دهوبات، وكيدير ليها احسن سبوع البنات. المهم اختي ولدت جوج وليدات، البنت عندها 4 سنين والولد عنده عامين. انا كنت كنحماق على هاد الوليدات، ولاد اختي معزتهم بحال معزت اختي ساره. كنت ديما كنمشي عندهم، كندير لهم الالعاب، كنلعب معاهم. المهم كيحماقوا عليا وكنحماق عليهم. المهم بقينا غاديين البنات حتى لواحد النهار اللي غادي توقع واحد الحاجه اللي بدلات حياتنا كاملين. واحد النهار في واحد الليله عيط لينا يوسف من السبيطار كيبكي. مالك مات مالك؟ قال لينا راه ساره داتها الاسعاف حيت طاحت ليا بالسخانه وضيق التنفس، يعني تزيرات بزاف وراها مزيره بزاف وجبتها للسبيطار. ماما وبابا تخلعوا ومشاو بالزربه للسبيطار، وانا حتى انا بدوري هزيتها من دوك الوليدات ومشيت كنجري عندهم حيت خاصني ما كيعارفه ما كاينش اللي غيقابلهم، وخلاوهم في الدار. مشيت البنات لقيت وليدات مساكن ناعسين ما جايبين خبار، وبقيت جالسه كنصلي وكنطلب الله، لان هاد اختي البنات راه كنحس بها طرف مني وانا طرف منها، ما كنقدرش نجلس بلا ما نسمع خبارها ولا نرتاح من جهتها. ولكن للاسف مسكينه ما كانتش كتقول كل شيء، هي طبعها كان البنات سكوتي بزاف وصبيبيره مسكينه. المهم مع الفجر صون عليا بابا كيبكي، وهو يقول لي واحد الخبر اللي ما كنتش متوقعاها البنات. اختي ساره ماتت، الدم والامانه امانته. داك النهار البنات كان من اصعب الايام في حياتي ومن اصعب الاخبارات اللي سمعت في حياتي. هو هذاك الخبر ديال اختي ساره ماتت. حسيت بحال شي حاجه كبيره تقطعت من قلبي، وبقاو فيا وليداتها، لان وليداتها البنات كانوا صغار باش يفهموا شنو واقع وشنو كاين. ما عارفين والو، كيسولوا فين ماما، فين مشات ماما. وبقينا كنلاهيو فيهم، ها هي غادي تجي، ها هي غير سافرات، ها هي غير هنا، ها هي هادي. المهم كيقطعوا لينا القلب بدوك الاسئله. درنا الجنازه ديال اختي، حضرت العائله، حضر كل شيء كان على ما يرام. دفنا اختي الله يرحمها ويوسع عليها. من بعد الجنازه باسابيع بقى يوسف بوحدو مع وليداتو، وكان باين عليها البنات مكسور ومقهور من جهه اختي، والعائله ديالو كانت بعيده، ما كانتش في نفس المدينه. المهم بقيت انا كنمشي عندهم وكنجي، كنمشي كل نهار كنجمع كندير لهم الماكله لانهم ما كانوش بعاد علينا بزاف. واحد النهار ماما جمعت العائله وعيطت ليوسف وعيطت لي حتى انا، وهي تقول لي واحد الهضره اللي البنات
ما كنتش متوقعاها ولا متخيلها ولا يجي النهار اللي نسمعها. دوات ماما وهي تقول لي اسمعي يا ليلى، كتعرفي ان اختك مشات والوليدات باقيين صغار، خلات وليداتها ما كاين اللي يكون بيهم ولا يربيهم، وانا وباباك فكرنا مزيان وقررنا انك تزوجي بيوسف. بصراحه البنات فشلت وتصدمت. كيفاش غادي نتزوج براجل اختي؟ الفكره كانت ثقيله بزاف على قلبي، ولكن العائله بقاو كيقولوا بصح حتى هذه فكره، المهم الهدف هو انك تربي الوليدات وتبقي قريبه منهم. الكل كان مساند الفكره وكل شيء كان مقابل بها الا انا. بقيت ايام وانا كنخمم، كنفكر كيفاش غادي ندير وهز هم هاد الوليدات. بصح ولاد اختي واختي كنموت عليها وكنحماق عليها وداها لي الله سبحانه وتعالى، ولكن كيفاش غادي نتقبل انني نكون في بلاصه اختي وناخذ ليها بلاصتها وناخذ ليها راجلها؟ ما يمكنش. المهم بقيت كنتحسر وكنخمم ايام وايام. في الاخير استسلمت ووافقت، تزوجت يوسف من بعد ما ماتت اختي تقريبا بعام او عام ونص. في الاول كانت الحياه هادئه وما كاين حتى شي مشكل، كان كل شيء على ما يرام. كنت كنحاول نكون مزيانه للدراري، نقابلهم، نعطيهم ما ياكلوا، نهتم بالقرايه ديالهم، باللباس ديالهم، بكل شيء. يعني كنت كنحاول ندير كل ما في جهدي البنات باش هذوك الوليدات يكونوا مرتاحين، وهما حتى هما ولاو مساكن متعلقين بيا بزاف. هما اصلا كنت عزيزه عليهم وزدت عزيت عليهم ولاو متعلقين بيا، ما كينعسوش الا في حضاني. كنت كنقول في قلبي يمكن فعلا درت قرار صحيح. يعني كان ديما ملي كنشوفهم متعلقين بيا كنقول يمكن هذا هو القرار الصحيح، وكنبرد على قلبي. ولكن من بعد شهور البنات بديت كنحس بشي حاجه ماشي نورمال، بديت كنحس بشي حاجه ماشي هي هذيك. يوسف كان بعض المرات كيكون بارد معايا، وبعض المرات كيكون عصبي بلا سبب، وكنت بعض المرات كنحس به انه كيخبي شي حاجه، كاينه شي حاجه ماشي هي هذيك. واحد النهار البنات كنت كنخمل البيت النعاس القديم ديال اختي، لان البيت النعاس ديال اختي حاولت انني ما نعسش فيه فبدلته، وكنت قلت ذاك النهار ارا نخمل هذاك البيت. فملي كنخمل كاينه واحد السده فوق الماريو ما عمري قربت ليها، قلت ارا نجبد نشوف شنو فيها ونجبد اللي فيها ونخملوا الحاجه اللي عمرها غبرت تمسح ما هاليناش. لقيتها اللي حليتها البنات هذيك السده كنلقى فيها واحد الصنيديق صغير، ماشي صنيديق، هذوك السامسونيت اللي تيكونوا بحال لي سامسونيت هذوك اللي كيكونوا صغار، هذوك البنات لقيتها. وانا صراحه جاني الفضول البنات، قلت نعرف شنو كاين. حليتها، مني حليتها البنات كنلقى فيها شي وراق رسائل وواحد الدفيطار صغير. هذاك الدفتر صغير البنات ملي حليته لقيته ديال اختي، وانا نقول بلاتي نقرا. بديت كنقرا بصفحه بصفحه، وكل صفحه كنت كنقراها كان قلبي كيضرب بواحد الدرجه ما يمكنش تخيلوها البنات. كانت اختي كاتبه انها ما كانتش سعيده في زواجها، وانها كانت كتعيش المرار مع يوسف، وكانت شي مرات كيكون قاسي جدا عليها، وانها كانت حاسه براسها بوحدها في هاد الدنيا. واحد الجمله البنات اللي صراحه حبسات الانفاس ديالي، وهي انها قالت كنت كنحس ان حياتي كتضيع ولكن كنبقى ساكته على قبل وليداتي. هاد الجمله البنات ضراتني في قلبي، وجلست كنبكي حسيت بواحد الصدمه، تخلطوا عليا المشاعر، ما فهمت والو، كنقرا وكنعاود ما فهمت حتى شي حاجه. وحنا اللي كنا كنقولوا ان حياتها مثاليه وان هذاك السيد مهلي فيها وعايشه بخير وعلى خير، ولكن الحقيقه كانت مختلفه تماما. اختي مسكينه كانت هازه الدقه وساكته. بقيت شحال وانا حيره البنات، ايام وايام ما دويت ما تكلمت وانا حيره، وكنقول واش نقولها ليوسف، واش نقول ليه لقيت هاد الدفتر ولا نبقى ساكته احسن. ولكن هنا غتجي المفاجأة الكبرى البنات اللي ما يمكنش تخيلوها. سمعوني مزيان البنات شنو وقع. واحد الليلة كنت في الكوزينة كنوجد العشاء، وسمعت يوسف كيهضر بشوية في الصالون.
ما كنتش عارف، هو ما كانش عارف انني انا قريبه وكان سمع. المهم سمعته كيقول المهم دابا كلشي تحت السيطره، ما تخاف والو. داك الكلام خلاني تنحس شويه بالخوف. بديت كنطرح بزاف ديال الاسئله في بالي صراحه. واش موت اختي كان فعلا غير مرض، ولا كاين شي سر مازال ما بانش ليا؟ المهم من داك النهار البنات وانا كنحلل ونناقش، ما قدرتش نقولها لحتى شي واحد. بقيت بيني وبين راسي كنطرح اسئله وكنحلل وكنربط الاحداث وكنحاول نجبد راس الخيط، لان البنات راه ما كنتش كنشك ولو 1% في اختي انها كانت كتعاني ولا كاينه شي مشكل ولا كاينه شي حاجه. المهم البنات من داك النهار كيف قلت لكم وانا كنحلل وكنحاول نقلب على الحقيقه، ولكن راه ما كنتش عارفه ان ديك الطريق غادي نكتشف منها فيها اخطر سر. المهم الايام دازت وانا مازال كنقلب على السر، ومازال كنحاول نكشف السر، ومازال كنحاول نعرف اشنو واقع. الحاصل من ديك الليله اللي سمعت فيها يوسف كيهضر في التليفون ما بقيتش مرتاحه، بقيت غير كنخمم. المهم بدات الشكوك ديالي كتكبر شويه، بقيت كنراقب تصرفاته. بعض المرات كيفاش كيخرج بالزربه وكيقول عندي خدمه، وبعض المرات عادي بحال ما كاين والو. ولكن الدفتر ديال اختي ما خرجش من بالي. واحد النهار قررت انني نرجع ليه ونعاود نقراه مره اخرى ونلاحظ شنو كاين. المهم بديت كنلاحظ فعلا شي تفاصيل ما كنتش انتبهت لهم من قبل. المهم اختي كانت كاتبه انها كانت كدابز بزاف مع يوسف، كانوا بيناتهم مشاكل كثيره في الشهور الاخيره قبل ما تموت، وكانت شاكه فيه انه كيخونها لانها كانت كتلقى رسائل ديالو في التليفون مع واحده اخرى. ولكن ملي جيت نوصل للصفحه الاخيره من الدفتر لقيت صدمه كبيره. كانت كاتبه البنات الا وقعت لي شي حاجه راها ماشي صدفه. هنا حسيت البنات بواحد الرعشه وبواحد الصدمه ما يمكنش تخيلوها. بقيت كنخمم واش زعما اختي تكون ماتت موته ديال الله، ولكن ما كان عندي حتى شي دليل، كان فقط شك. المهم دوزت عاوتاني شهور وانا ساكته ومتحمله وكنخمم وكيفاش غيكون هذا المشكل، شنو هو هذا السر. حتى لواحد النهار وانا كنجمع في الصالون طاح لي التليفون ديال يوسف. مني طاح من فوق الطبله تشالات هذيك ليكرون، مني تشالات لقيت بانت ليا واحد الرساله يعني في الشاشه الفوق. كيف ما كتعرفوا ملي كيشعل التليفون كتكون رساله كتبان لك ميساج طالع، كان فيه ميساج اللي مكتوب فيه البنات. انا الصراحه البنات غير باش نقول لكم انا ما كنتش باغيه نتجسس، ولكن بعض المرات ربي الا بغى يفضح شي حاجه راه كتبان كيدير لها الله طريق. لان انا ما كنتش بغيت نتجسس، ومني طاح التليفون وشعل الضوء بان لي واحد الاسم اللي شد انتباهي لانه اسم ديال المراه. المهم دخلت من الفضول وحليت الرساله، يعني حليت الميساج باش نشوف اشنو كاين. وكانت الجمله اللي فيها الجسم ديالي جمد، عقلي حبس وقف في ديك اللحظه. قالت لي البنات واش مراتك الجديده مازال ما شكات في داك الشيء اللي وقع لاختها؟ البنات كيف جاتكم؟ عرفتي البنات باش حسيت بالوقت وقف ديك الوقت، والدنيا وقفات وكل شيء وقف، ما بقيت لا كنسمع ولا كنشوف قدامي ولا حتى شي حاجه. تشوكيت بهذاك الميساج. رجع يوسف للدار ولقاني ساكته، وجهي ما فيه ما يتشاف، صفر شاحب. لكم ان تتخيلوا وحده اكتشفت واحد السر ان اختها ربما تكون ماتت مقتوله. سولني شنو واقع، قلت لي والو، ما كاين والو. طبعا هو ماشي من النوع اللي مهتم باش يرد لي البال واش بيا شي حاجه نيت ولا لا. مني قلت ليه والو صافي دخل لبيتو وجلس. ايوا من تما البنات انا قررت نعرف الحقيقه كامله. جمعت النوضه ونط كنقلب في ورقه في هذيك الدار. مشيت لهذيك السده عاوتاني جبت كاع الوراق اللي فيها حطيتهم قدامي وبديت كنعزل الوراق ديال اختي وكنقلب ورقه بورقه حتى طحت في شي تحاليل قديمه ديال اختي دارتهم قبل ما تموت. قريت الورقه
وصراحه كانت بانت ليا بلي شي حاجه ماشي هي هذيك. المهم شكيت في هذوك التحاليل وانا نهزهم وديتهم عند واحد الطبيب. طلبته وقلت ليه قرا لي هاد التحاليل شنو فيهم. اختي راها ماتت ولكن انا بغيت نعرف شنو كان عندها. ملي شافهم هاد الطبيب وجهه تعجب. هو يقول لي هاد الماده كتكون غالبا في واحد النوع من الدويات، ولكن الجرعه الكبيره منها ممكن تكون خطيره. في ديك اللحظه حسيت بالارض دارت بيا. رجعت للدار وانا مخلوعه ومرعوبه. بديت كنربط الاحداث كلها، كنربط ما بين الدفتر والميساجات والمشاكل والصداع اللي كانوا بيناتهم والدواء. ولكن الصدمة الكبيرة هي اللي غادي تكون في هاد الليلة. كنت ناعسة البنات وجابتني الفيقة. فقت على صوت يوسف كيهضر في التليفون. كان في البالكون وما كانش عارفني انني فقت. كيهضر بشويه حتى سمعته كيقول المهم دابا انا مرتاح، ما بقى حتى شي واحد غادي يفتح داك الموضوع. ديك اللحظه البنات تخلعت وحسيت بواحد الخوف اللي فعلا حقيقي، لانني كنحس براسي انني مع مجرم في الدار. المهم البنات بقيت كنبكي هذيك الليله وعايشه الرعب وخايفه من جنابي وخايفه من هذاك السيد اللي انا عايشه معاه. المهم بقيت كنبكي حتى اذن الفجر. هزيت زربيتي وتوضيت وبديت كنصلي وكنطلب الله يبين الحقيقه. انا راه غير عبده ضعيفه، ما نقدرش البنات نبين الحقيقه. انا عايشه مع انسان اللي ما فاهماش واش هو فعلا اللي كان السبب في موت اختي، او لا اختي مريضه، او لا اختي كانت كتناول شي دواء، او لا اختي انتحرات، او لا شنو كان واقع بالضبط. ولكن مع الوقت فهمت حاجه مهمه اللي هي حاجه وحده. يمكن الحقيقه كامله عمرها تبان، ولكن اهم حاجه هي انني خاصني نحضي راسي ونحضي وليدات اختي. واليوم انا مازال عايشه البنات مع داك السر، ولكن كل مره كنشوف وليدات اختي وكنقول في خاطري انا خاصني نبقى هنا، انا خاصني نبقى قويه على قبلهم. ومن داك النهار البنات بقيت عايشه على سؤال واحد اللي هو واش اختي ماتت فعلا بقضاء وقدر ولا كانت جريمه ما عرفها حتى شي واحد. وهنا البنات غادي نكونوا سالينا القصه ديالنا المشوقه. نتمنى تعطيو ارائكم على هذه القصه وتقولوا لنا في من شكيتو، واش كانت فعلا موت عاديه ولا كانت جريمه ولا انتحار ولا شنو بان لكم البنات في القصه. نتمنى تكون القصه نالت الاعجاب ديالكم. ما تنساوش الاشتراك على قناتي وما تنساوش تفعلوا الجرس. وكذلك الا كنتوا اول مره كتزوروا قناتي فمرحبا بكم والف مرحبا. وكذلك الناس القدام راكم نتوما هما نجيمات القناه، مرحبا بكم حتى نتوما. شكرا لكم على المتابعه والى فيديوهات قادمه بحول الله. مع السلامه.